لو عايزة حاجة صحية او لو بتعملي دايت او مريض سكر، يبقى الوصفة بتاعتنا النهاردة حلوة ليكم جدا. هنعمل احلى بسكوت بالشوفان بطريقة سهلة في البيت. بسكوت صحي جدا، وكمان لو انت بتعملي رجيم وخايفة ان انت تاخدي حاجة فيها سكر، ده حلو ليكي جدا. مفيش نسبة سكر فيه كتير، وكمان مش هيبان معاكي وانت بتاكليه مع فنجان قهوة ولا حاجة. هيبقى حلو جدا. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا كوبايتين من دقيق الشوفان، هحط عليهم كوباية من الدقيق الابيض، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هي دي المواد الجافة بتاعتنا. هبدأ اللي انا اقلبهم مع بعض كويس. لو انت عندك الشوفان اللي هو الرقائق وما عندكيش الدقيق، تقدري اللي انت تطحنيه في المطحنة بتاعة التوابل وتنخليه كويس، وهيطلع معاكي احلى دقيق شوفان. تمام. بعد كده جبت بولة تانية وحطيت فيها نص كوباية من السكر، وهحط عليهم نص كوباية من الزبدة الصفراء. الزبدة دي اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، حبيت بقى اللي انا اجربها معاكم كده في البسكوت ونشوف رأينا في النتيجة بتاعة الزبدة. هنعرف النتيجة في الاخر هتطلع حلوة ولا وحشة. تمام. هبدأ بقى اللي انا انزل كل كمية الزبدة كده، لان ده مقدار، وطبعا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هجيب المضرب الكهربائي وهبدأ اللي انا اخلط السكر مع الزبدة كويس جدا. لازم تخلطيهم مع بعض كويس. الاول هضرب كده على سرعة هادية، وبعد كده هزود السرعة وهفضل اضرب فيهم لحد ما يتخلطوا مع بعض والسكر ده يروح خالص. دي هتدينا نتيجة حلوة للبسكوت بتاعنا. عايزاكم بقى تنزلوا تحطوا دلوقتي اللايك بتاعكم بيساعدني جدا. البسكوت ده بقى من البسكوتات التحفة. بسكوتة واحدة منه مشبعة جدا، يعني مش هتاكلي منه كمية كبيرة. ولو انت بقى بتعملي رجيم هتخافي بقى اللي انت تاكلي كمية كبيرة وكده، لا، هي واحدة بس هتشبعك ومش هتحسي بجوع بعدها. بعد ما ضربت خليط الزبدة مع السكر، نزلت عليهم ببيضة واحدة، يعني كمان موفر كمان. مش صحي بس ومشبع، لا، ده موفر كمان. هنعمله ببيضة واحدة. وحطيت عليه كيس من الفانيليا، وبدأت اللي انا اضرب كويس برضو البيضة مع الخليط بتاعي. بعد ما ضربت الخليط بتاعي ده كويس جدا، هبدأ بقى اللي انا انزل اللي في الجناب كده علشان كله يتخلط وما يكونش فيه سكر حبيبات لسه ما اتضربش. هضرب بقى كمان ضربة خفيفة كده علشان اخلطهم تاني كويس بعد ما نزلت اللي في الجناب. بعد كده هبدأ انزل بخليط الدقيق بتاعي، احط معلقة معلقة كده وهو شغال بالراحة. زي ما قلنا الخليط ده عبارة عن كوبايتين من دقيق الشوفان، عليهم كوباية من الدقيق الابيض، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وحطينا عليهم بيضة، ونص كوباية من السكر، ونص كوباية من الزبدة، وكيس فانيليا. بس مش اكتر من كده، ده المقدار بتاعنا. ولو انتي مش عايزة تحطي سكر حبيبات، سكر ابيض، تقدري اللي انتي تحطي سكر دايت، هتحطي معلقتين اتنين من السكر الدايت. لو انتي عايزة تحطي سكر دايت تستبدلي النص كوباية بمعلقتين. تمام. بعد ما الخليط بتاعي تقل كده وانا شغالة بالمضرب، بدأت اللي انا استغنى عنه واكمل بايدي. بلم كده بالراحة، انا مش بعجن عجين، انا بلم، ده بسكوت فمش عايز عجن، مش عايزين فيه عرق، فانا بلم بس كده العجينة بتاعتي. ومعايا برضو في المقادير حوالي ربع كوباية مية او معلقتين كبار من المية. لو انا احتجتهم في الاخر وانا بلم العجينة بتاعتي هحطهم، ما احتجتهمش خلاص، على حسب نوع الدقيق بتاعك هيحتاج ولا لا. تمام. بعد ما عملت كده لميت العجينة، هبدأ اجرب واحدة كده اشوفها محتاجة ولا لا. احنا مش هنحط لبن خالص، هي فيها شق بسيط كده زي ما انتوا شايفين. فهبدأ احط عليها معلقتين كبار من الدقيق من المية، بس مش اكتر يعني، وممكن معلقة كمان زي ما قلنا على حسب نوع الدقيق بتاعك. يعني ممكن يوصل لربع كوباية من المية، فحسب بقى العجينة بتاعتك ما هتتلم
هتحطي المية. تمام، فانا حطيت حوالي معلقتين كبار من المية، مش اكتر من كده. وبدأت بقى الم العجينة بتاعتي تاني، وخلاص كده عجينة البسكوت بتاعتنا خلصت. هبدأ ألمها كده على بعضها علشان ما يبقاش فيها حاجة مفرولة. هسيبها بقى اللي هي ترتاح حوالي ربع ساعة علشان تتفرد معايا كويس. اي عجينة طبعا لازم نسيبها ترتاح علشان تدينا نتيجة حلوة. بعد ما ارتاحت معايا جبت كده جزء من العجينة بتاعتي وهبدأ اللي انا افردها. حطيت كده مفرش العجين، لو مش متوفر عندك تقدر اللي انت تحطي كيسة تحتها، كيس تلاجة مفتوح زي ما انا ما فاتحاه كده حطاه فوقيها. تحطي واحد تحت وواحد فوق، وتبدأي بقى اللي انت تفردي بالنشابة بتاعتك. والسمك بتاعها مش عايزينه ولا تخين ولا رفيع، يبقى السمك بتاعه حلو، لان طبعا بيزيد شوية هو بيستوي لان احنا حاطين بيكنج باودر. فانا فردته بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هتجيبي بقى القطاعة بتاعتك، لو عندك قطاعة مدورة هتقطعي بيها، ما عندكيش يبقى هتقطعي بكوباية او طبق صغير المتوفر عندك. انا هقطع بالكوباية. وممكن لو عندك برضو قطاعات من بتاعة البسكوت وعايزة تعمليه اشكال تقدري اللي انتي تعملي بيه برضو. فانا هعمله مدور كده. كوباية دي حجمها حلو جدا فهعمل بيها زي ما انتوا شايفين بيتقطع معايا بكل سهولة. والمقدار ده هيرمي معاكي كمية حلوة جدا. بعد ما خلصت بالشكل ده هنبدأ بقى نشيل العجين اللي هو على الحروف كده حوالين البسكوت، وده طبعا مش هنرميه، هنلمه وهنشتغل بيه تاني بالراحة كده علشان ما تبوظيش البسكوت بتاعك. بعد ما خلصت هبدأ بقى اللي انا اشيل البسكوت بالراحة كده زي ما انتوا شايفين. السمك بتاعه حلو جدا ومتساوي ومفيش فيه تشققات ولا اي حاجة، هو ده السمك اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى اللي انا احطه في صاج، هشيله كده بالراحة علشان ما يتكسرش مني. طبعا المفرش السيليكون او الكيس اللي انت بتحطيه تحت البسكوت ده بيسهل عليك اللي انت تشيلي البسكوتة بكل سهولة. دي الكمية اللي اتبقت معايا زي ما انتوا شايفين. برضو هعمل زي ما عملت في المرة اللي فاتت، هفرد واقطع بالكوباية واحط في الصاج. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي عايزة تسيبيه سادة زي ما هو كده مفيش اي مشكلة، هيبقى برضو زي الفل. بس انا عايزة اديله شكل كده، فجبت الشوكة بتاعتي وبدأت اللي انا اخرمه بالشكل ده علشان البسكوتة بتاعتي تبقى منقطة كده مدية منظر حلو. تمام، فانا عملت برضو كذا واحدة سادة من غير ما اعمل بالشوكة. وممكن كمان بعود الخلة، مش شوكة يعني، تجيبي شوكة او العود الخلة وتخرمي بيه البسكوتة بتاعتك هيبقى جميل جدا. في الوقت ده بقى انا مجهزة الفرن علشان يسخن. بتبقى درجة الحرارة هادية جدا لان البسكوت ما يستحملش، وعلشان ما يتحرقش منك فخلي النار تبقى اهدى درجة حرارة عندك، او لو ما عندكيش درجة حرارة هتبقى النار هادية خالص على الاخر. تمام، بياخد بس لون بسيط من تحت كده، ما تحمرهوش قوي لان البسكوت مش عايز اللي هو يحمر قوي. وبعد كده بتطلعيه زي اي بسكوت بتعمليه، مش بتحمري الوش بتاعه خالص. اول ما بيطلع معاكي كده بتبدأي اللي انتي تسلكيه بايدك كده بالراحة وهو سخن علشان بعد كده ما يلزقش منك في الصاج. تمام، بتسيبيه بقى لحد ما يهدى خالص، وبعد كده بتحطيه في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. واخد لون حلو جدا والتسوية بتاعته ما شاء الله جميلة، كله واخد لون واحد. شايفين الجمال، وشايفين بقى الاخرام اللي احنا عملناها بالشوكة مدية شكل حلو جدا للبسكوت بتاعنا. هبدأ بقى اللي انا ارص الكمية بتاعتي. هتقدميه بقى بأي طريقة انت عايزة تقدميه، وممكن لما يبرد تحطيه في علبة وتغطيه وتاخدي منه وقت ما تعوزي. شايفين ما شاء الله بجد تحفة. لون واحد وشكله تحفة وريحته جميلة جدا وطعمه
برضو حلو جدا، يعني طعم ولون وشكل مفيش بعد كده. عملنا بسكوت الشوفان مع بعض. زي ما قلنا البسكوت ده حلو جدا للدايت والمريض السكر، جميل جدا. والسكر اللي احنا حاطينه ما بيبانش فيه خالص، كأنك مش حاطه سكر. ولو عايزه تستبدلي السكر العادي بسكر دايت، هتحطي معلقتين كبار من السكر الدايت. شايفين اللون بتاعه؟ لونه كده جميل من تحت، مش محروق ولا حاجه، وكله زي بعضه. دي اهيت اللي انا قلت لكم عليها، مش متخرمه بالشوكه، ودي اللي متخرمه. عايزه تعمليه كده او تعمليه كده براحتك خالص، ليكي حريه الاختيار. وتلاقيه بقى كده ايه مقرمش وجميل، يعني ولا طري ولا مقرمش قوي، بجد طعمه تحفه، وقلبه من جوه مستوي جميل جدا. احتفظي بيه وهتقدميه بقى مع في الفطار كده مع كوبايه شاي او ممكن فنجان قهوه، هيبقى حلو جدا. لو كلتي واحده بس هتشبعك ومش هتحسي بجوع بعد كده، لانه مشبع جدا. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه بتاعتنا النهارده، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه.